هذا الشيء اللي غادي تسمعوا ما غادي تسمعوا حتى في شي بلاصه. هذا الفيديو موجه للناس اللي كيحلموا بمغرب افضل، واللي كيامنوا ان التغيير كيبدا بخطوه صغيره، بحال التفاعل ديالكم مع هذا المحتوى اللي كندير. عوضا ما تضيع واحد الدقيقه في شي حاجه اللي ما كتزيدك والو، علاش ما تساهمش في شي حاجه اللي عندها معنى وتفيدك وتفيد الاخرين؟ اخوان، السلام عليكم. المغرب ديالنا اليوم كيعيش واحد الوضعيه اللي كتخليك تسول راسك بزاف ديال الاسئله. علاش المشاريع الكبرى اللي كتفتحها الدوله كتبان زوينه في الاول وفي الاوراق، ولكن في الارض الواقع ما كتعطيكش النتائج اللي كنا كنتسناوها؟ واش المشكله في الحكامه ولا في التسيير ولا في غياب المحاسبه؟ المغاربه عاقوا وعايقين كاملين كيشوفوا هذا الشيء وكيتفرجوا في المليارات اللي كتضيع بلا حتى شي فايده، وكيسولوا علاش بلادنا عندها امكانيات، عندها كفاءات، عندها موارد طبيعيه وبشريه، وكتلاقي راسها في واحد الوضعيه اللي ما تما ما والو. وهذا الموضوع اللي غادي الاخوان غادي نتكلموا عليه وغادي نهضروا عليه اليوم، راه فيه بزاف ديال الامور اللي خصنا نوقفوا عليها، وغادي نحاولوا نفسروا. واحد يخرج في التعاريخ كوماسي عليا كذا، افهم صاحبي كيفاش المشاريع الكبرى كتفتح كتكون بحال شي حاجه ولكن كتسالي بلا تيجا والو. شفنا مشاريع شفناهم والو، في التالي نوضحوا العوامل اللي كتخلي هذه المشاريع تفشل، وغادي نعطيو امثله حيه باش نفهموا الصوره اكثر ونفهموا الفيديو اكثر. تبعني، لكن الاهم غادي نحاول نقترح حلول، حيت المغاربه ما خصهمش غير النقد، خصهم شي حاجه يسمعوها ويعطيو حلول حقيقيه. كان وعدك مزيد من المواضيع المثيره والهادفه. دير اشتراك، ما تنساش تفعل الجرس، وكمل الفيديو معايا حتى التالي. يلا معايا الاخوان، شحال من مره سمعنا على المشاريع بحال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، اصلاح العداله الجهويه المتقدمه، اصلاح الاداره. شحال من مره كنا كنتسناو هذه المشاريع تغير الواقع ديالنا ونفرحوا، ولكن في الاخير كنلقاو راسنا كندورو بلاصتنا. وحتى اللور، حنا عاد اللور، حنا باقيين اللور. ديما كاين داك الحماس في البدايه، كيبان ان المشروع غادي يبدل الاحوال وغادي نتقدموا، وسمعنا ارقام خياليه في التلفازه على ميزانيات، ما تسمع غير مليارات تصرفات، وتسمع شي حاجه خارقه، وهذا الشيء تقول غادي ينقذ الفقير وغادي نعاونوا الشباب وغادي تحل المشاكل ديال البلاد. ولكن ملي كتجي تشوف النتائج على الواقع على الارض، كتلاقى داك الشيء ما كاين منه والو، غير الزواق والنفاق، بحال شي فيلم ديال الخيال العلمي اللي كيسالي بواحد الصدمه والناس كتنخلع. راه الحقيقه هي ان المشكل راه ماشي في المشاريع، راه في العقليه اللي كاينه بها التسيير ديال البلاد. ملي كتكون عندك حكومه كتفكر غير في الفتره الانتخابيه وكتخدم غير باش تحافظ على الكرسي ديالها، كيفاش غادي تتوقع منها تخدم المصلحه العامه؟ راه ما يمكنش. هذا الشيء كامل كيبان واضح في المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. هذا المشروع اللي كان بدا بواحد الفكره رائعه، محاربه الفقر، كيسمحها تنخلع محاربه الفقر، خلق فرص شغل، تحسين ظروف العيش. ولكن شنو اللي وقع؟ المليارات صرفت، الجمعيات علجت، تخلقات، ولكن النتائج فين هي؟ الفقر بقى،
الأحياء الشعبية باقيين كيغرقوا في المشاكل ديالهم، في الطرق، في الإنارة، في شي الحوايج. الناس اللي خصهم العيش الكريم باقيين كيحلموا مساكين غير باش يوصلوا يديروا شي حاجة. راه ماشي غير هذا المشروع اللي فشل، راه مشاريع أخرى. شوف الإخوان الجهوية المتقدمة، شحال من خطاب ديال الجهوية المتقدمة سمعنا به، فيه كيفاش الجهوية غادي تقرب القرار من المواطن. سمعنا هذا الشيء، كيفاش غادي تحل المشاكل ديال المناطق البعيدة. لكن اليوم واش شي جهة من الجهات المهمشة تحسنات؟ ما شفنا غير الزعتر، راه غير المدن الكبار هما اللي كيستافدوا. المناطق القروية باقيين كيعيشوا في عزلة، طرق محفرة، لا إنارة. فين هي إصلاح العدالة؟ واش بصح كاين شي تحسن في العدالة؟ اليوم في المغرب كتوفر المساواة بزاف ديال القضايا اللي كدي شهور، اللي راها في المحاكم سنوات باش تحل، والناس اللي عندهم الفلوس هما اللي كيلقاو الحلول، والناس اللي ما عندهم والو كيبقاو مساكين في قفص الاتهام بلا حق. إخوان، وما نساوش إصلاح الإدارة. الخطاب الملكي كان واضح، كان كيطالب بإصلاح عميق للإدارة، ولكن هذا سيدنا نصره الله قال هذا الشيء هذا، ولكن فين هو؟ كنتسناو هذا الإصلاح. راه الأمور باقية كما هي كاين رشوة، الطوابر، البطء في الإجراءات، ذاك الحيط الكبير اللي كيفصل بين المواطن البسيط عن الخدمة اللي خصو ياخذها، كيمشي لشي بلاصة الإدارة يبقى يتسنى. ما كان غير باك صاحبي، اللي باك صاحبي هو اللي يقربه الأول. المغاربة صراحة وصلوا لواحد النقطة اللي كيسولوا فيها شكون هو المسؤول، واش الحكومة، واش الأحزاب، واش النخب اللي خصها تكون في المقدمة الحقيقية. أو الحقيقة أن المسؤولية متفرقة، ولكن اللي واضح هو أن الحكامة هي أصل الداء. ملي كتكون عندك حكامة ضعيفة والناس كيتخباو مور المناصب وكيخافوا يقولوا الحقيقة، كيفاش غادي تبدل البلاد؟ المشاريع الكبرى في المغرب ولات بحال واحد المسرحية، البداية ديالها كتكون قوية وكل شيء كيهضر عليها، ولكن في النهاية الجمهور كيمشي خاوي اليدين أو خاوي الوفاض. وهذا الشيء علاش المغاربة ولات عندهم عدم الثقة. راه فاش كتقلب على الثقة راه ما كتلقاش وما تلقاهاش، كيبقى غير الإحباط. والمشكل ماشي غير في المشاريع، راه حتى الميزانيات اللي كتصرف خصنا نوقفوا عليها. المغاربة خصكم تسمعوا مزيان، شحال من مرة سمعنا على مشاريع كتصرف عليها بملايير، ولكن النتيجة كتكون كارثية. شنو الفايدة أنك تصرف بزاف ولكن بدون تخطيط؟ ما عندك حتى شي تخطيط. الفساد على الجهد، المحسوبية، غياب الشفافية، كل شيء كيدخل في هاد الدولة، في هاد الدوامة هذه. الأمثلة كثيرة. شوف الطرق اللي كتبان، بعد عامين كيجي بلاد ميريق الطريق، بعد عامين تلقاها محفرة. المستشفيات اللي كتبان لك، فيها لك مستشفى ولكن ما فيها لا أطباء، لا معدات، لا سكانر خدام، كل شيء. شوف المدارس، كاين تلاميذ باقيين كيقراو في الأقسام ولكن ما فيهاش حتى الظروف الأساسية باش غادي تقرا، لا مقاعد لا سبورة. واش هو الحل؟ واش غادي نبقاو غير كنشكيو ولا نبقاو غير نشكيو وحنا غير نهضروا؟ الحل راه كاين، ولكن خصنا إرادة قوية. خص تكون عندنا حكومة كتحس بالمواطن وكتحاور المواطن، كتفكر فيه، كتخدم باش تبدل حياته، ماشي تفكر في راسها وفي المستقبل ديالها وولادها. هذه الحكومة هذه خصنا تكون عندنا شفافية، محاسبة،
وكل واحد يدير خطأ خصو يتحاسب، وخصنا الإطراء غير المشروع، خصنا نبداو نشجعوا الكفاءات، نبعدوا على المحسوبية، خصنا نكونوا جزء من الحل ماشي جزء من المشكل. في هذه البلاد المغاربة ما كيبغيوش المستحيل، ما بغيناش المستحيل، بغينا غير العيش الكريم، فرصة انهم الناس تخدم تعيش بكرامة. لكن كيفاش كتكون المشاريع كتحول مجرد شعارات، وكتكون الميزانيات والفلوس كتضيع بلا فايدة، كيبقى الامل ضعيف. وخصنا نوقفوا كلنا كمواطنين كمسؤولين كصحافة نطالبوا بالتغيير، حيث البلاد اللي ما كتسمعش الصوت ديال شعبها كتكون ماشية في طريق خطير. المغاربة اليوم كيسولوا إلى متى، إلى متى، والجواب راه عندنا كاملين. خصنا نتحركوا نغيروا ونبداو صفحة جديدة. ما تنساوش لايك لبارطاج الفيديو، لأن فيديو محتوى هادف هذا هو اللي خصك تبارطاجيه يا خويا. اشترك يلا. مع السلامة الإخوان.